يا رب تكونوا بخير وتكونوا في أحسن حال. وحشتوني كتير كتير كتير. آم، معايا النهاردة ليكم وصفة حلوة كده وعلى السريع وبسيطة ومكوناتها في البيت أصلا. ويبقى كده انت وهي حلوة. خشيلي على الحمام، على الدرج بتاعك، شوفي انت حاطة ايه، فين الطبق بتاعك بتاع الماسك والفرشة بتاعتك. تمام. هتجيبي يا قمر الفرشة بتاعتك والطبق بتاع الماسك بتاعك كده اهو. وتشوفي بقى كده هنعمل وصفة سريعة وبسيطة وفي منت، ومش تاخد مننا حاجة. كل مكوناتها في البيت عندك، كل مكوناتها عندك في البيت. هخش على طول في الوصفة. ده مقشر حلو جدا 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 للبشرة. طبعا احنا محتاجين، مش معنى ان الجو شتاء والكلام ده كله، محتاجين برضو نقشر الوجه ونرطب ونحط ماسكاتنا ونعمل كل حاجة. ويا ريت كمان المقشر ده يبقى موجود في الروتين اللي هو الاسبوعي. تمام. غير ان انت بتستعملي الجل بتاعك اللي هو ايا كان بقى النوع اللي انت بتحبيه وبشرتك متعوده عليه. بتستعمليه يوميا، اوكي، مره مرتين حسب ما انت بتبقي ايه، حسب بشرتك وكده. تمام. فالمقشر لازما يعني في الاسبوع معانا مره كده يكون حلو. طبعا للوش، عندك للجسم، للرجلين، لكل حته في الجسم. هنعمل احنا كميه مع بعضينا بسيطه كده وسريعه. مكوناتنا عباره عن ايه هقول لك في السريع كده. معانا ملح، معانا شاور، معانا زيت زيتون، معانا كركم، معانا قهوه. تمام. يعني احنا كده معانا 5 مكونات ممتازين. الملح ليه؟ عشان يقشر. وممكن نحط سكر، اوكي، بس انا هنحط المره دي يعني ملح. حابه ان انا ايه، اجرب بالملح. طبعا الملح بيشيل الجلد الميت، يخليه لك جسمك. يعني انت تعالي دلوقتي لما بتروحي تعملي حمام مغربي، بتحطي في البانيو بتاعك بتحطي الملح ده بيقتل الجلد، بيشيل الجلد الميت من الجسم. ومعاكي كمان الخل، فاكيد بتحطيهم في المكونات دي، والليمون طبعا. فاهميني؟ فخليني ندخل كده في الوصفه السريعه بتاعتي، وهحط المكونات على بعضهم وارجع لكم. مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان يبقى سريع وسهل كده ليكم يا حلوين. بصوا، حطيت المكونات بتاعتي اللي هي عباره عن ايه. معلقه ملح، نص معلقة كركم، نص معلقة بن، معلقة زيت زيتون. تمام. آخر حبة زيت زيتون كانوا عندي هم اللي نزلت بيهم. تمام. هنحتاج بقى ايه للشاور. فطبعا انا حبيت اكلمكم عن الشاور ده بالمرة كده. يعني ليه رجحت ان انا استعمله دلوقتي في وصفتي؟ بما اني مستخدمة البن، فانا بصراحة حبيت ان انا احط من الشاور دوت. حاسة ان هو ريحته بجد بنات عن تجربة، الشاور ده طلع حلو قوي 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 قوي. والواناته كلها جبارة. تمام. الواناته كلها جبارة. واللبني بتاعه برضو ممتاز جايباه، بس يعني انا رجحت اللي جاي بقى بالبون على الشوكولاتة على بن، مش عارفة بقى. المهم بقى هننزل دلوقتي كده بنفس المعلقة زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ريحته رهيبه 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 بجد يا بنات، حلو قوي قوي. خدوه برضو سكرين لو حابين تجيبوه، اكيد انتوا عارفينه طبعا، هو مالي الدنيا ومالي السوق وكل حاجه. بصي كده يا ست البنات. نشيل بقى معلقتنا دي ونبتدي بقى بالفرشه بتاعتي. انا مخصصه الفرشه ديت انا عشان غسلاها وكده، ودي مطرحها ملح مطرح ما كانت في الطبق. فدي انا غسلاها طبعا، هي في الحمام على طول وانا بصراحه بغسلها. المهم دلوقتي يا بنات انا بقول لكم بقى طريقه الاستعمال. يعني سيبك بقى من الوصفه وسيبك من كل حاجه وخشي معايا في طريقه الاستعمال. شايفينه كده عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم تحفه. وريحه الغسول، الشاور جل تحفه. خليني نقول لك طريقه الاستعمال علشان بجد تستفيدي بالحاجه وتبقى الحاجه معاكي اكتر استفاده. تمام. انت اولا لازم بشرتك تكون يعني مستحب ان انت تكوني بتاخدي شاور وبالميه الدافيه وجسمك متفتح والدنيا معاكي جميله ولذيذه. فانت بقى تنزلي بالوصفه بتاعتك ديت على وشك، على رجلك، على جسمك، على المناطق الحساسه، على اي مكان. هي بجد مقشر وتفتيح وترهيب ورهيبه جدا. ليه بقى يا بنات؟ لان انتوا فاهمين احنا حطينا البن ممتاز جدا، والكركم طبعا لا غنى يعني عنهم في التفتيح.
فانت دلوقتي لازم تكوني جسمك غسلاه بالميه الدافيه اوريدي. طيب انا دلوقتي يا بنات بصي هتستعمليه على وشك دلوقتي، اوكي؟ بصي يا ست البنات، هتعملي ايه؟ هتغسلي وشك بالميه الدافيه كويس قوي قوي قوي، ويستحسن لو في بخار. مفيش بخار بفوطه دافيه، مفيش فوطه دافيه بالبراد على النار، ويا ريت تبعدي طبعا بهدومك بكل حاجه، وتسلطي البخار على وشك. وبعدها بشويه تستعملي المكونات بتاعتك ديت. وبعد ما هتستعمليها هتغسلي وشك. بعد ما هتغسلي وشك يا ريت بميه فتره او ساقعه، عشان نقفل المسام يا بنات، عشان نقفل المسام. دي الخطوه الضروري ضروري 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 جدا، فاهميني؟ لازما 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 اقفل بالميه الساقعه. تمام. بعدها بقى اي مرطب، شوفي المرطبات اللي انت بتحطيها، في مرطبات كتيره قوي، في حاجات بترطب البشره بعد، يا ريت مش بعد الماسكات، بالطبيعي يعني بترطب البشره. ايا كان ايه المرطب اللي انت بتستعمليه، لازم تستعملي مرطب عشان بشرتك كمان تستفيد اكتر كمان بالمرطب. بس الميه الساقعه ضروري، دي الخطوه الاساسيه يا بنات. ادي الوصفه بتاعتي النهارده ليكم، يا رب تكون عجبتكم. يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو الايجابي. انتظروني ان شاء الله في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.